انا مش بنت الرئيس محمد حسني مبارك؟ طب سؤال، انا لو مش بنته يعني على الفيديوهات اللي انا قلتها دي كانوا سابوني؟ كل كلمة في الفيديوهات تتعرض للتحقيق. جميل. ورحت عملوا لي التحاليل، حتى موضوع جهني السادات اتأكدوا منه. جميل. انا تعبانة وطالعة بتكلم ومش قادرة اخد نفسي. جميل. اتحققوا من كل حاجة قلتها في الفيديوهات، واتحققوا مني انا بنت الرئيس حسني مبارك. جميل. واتحولت للمستشفى اكتر من 4 مرات واتعمل لي تحاليل بصمة وراثية، واخرتها رحت المستشفى خدوا تقارير صحة نفسية وعقلية، وطلعت بكامل قوايا العقلية وخرجت. يعني انا لو كدابة او مجنونة كنت اتحبست في مستشفى المجانين طول حياتي. جميل. ايمان البحر درويش ما قالش ذرة من اللي انا قلتها، وشوفوا دلوقتي بعمل ازاي. ما قالش ذرة. انتوا لو انتوا شاكين فيا قولوا ان انا كدابة. انا لا كدابة ولا بدعي لحد بالكذب، ويعلم ربنا انا مريت بايه وبتحارب ازاي، وانا واثقة في الناس اللي بتحبني ومصدقاني. وشكرا لكم. وانا بناشد امن الدولة ان هم يتخذوا الاجراءات القانونية مع اي حد بيسيء لي. انا بحترم القيادات وبحترم رئيس الدولة وبحترم بحترم الجيش والشرطة وكله. انا لا عملت فتنة زي ما هم بيعملوا ولا طلعت كدبت. ولو انا كدابة كان طلع بيان اني انا كدابة من اجهزة الدولة اللي انا قلت عليهم ان هم خدوني وعملوا لي تحاليل، وكانوا طلعوا بيان ان انا كدابة وان انا بدعي على الرئيس بالكذب. بس انا مش هسيب حقي، وهاخد من كل واحد اجراء قانوني وكل شيء مسجل، ومش هسيب حقي. السلام عليكم. طب ما تتكلميش على نسبي عشان ما تفتحلكيش القديم. عندك المحاكم، روحي اثبتي، روحي ارفعي قضية بدل ما تلجئي للي انت بتعمليه ده، بلطجة وتأجير عربية ومش عارفة ايه، مع انك لو عملتي او لمستي مني شعرة مش هيتكفى فيكي ولادك وبناتك واللي يتشدد لك وجوزك العرة ابو شنب عرة وسلمى الرحالة وبنتها كلكم هتتقلشوا. فاهماني؟ طب انا هجيب لكم شيخ الحاره ثانيه. انا والله ما سمعت شيخ الحاره ده. استنوا، شيخ الحاره ده بيبقى على اليوتيوب صح؟ ثواني. لا هي بتتوتر على طول من شيخ الحاره. ثواني يا وفاء. انا اقسم بالله ده انت وصابه وقعتوا فيا. اقول لك النهيه. اتفضل. عاملاه حلو ومية مية، بس انت خدتيها بعد ما انتحر. لا 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 لا، انت قليل الادب، انت قليل الادب، واقسم بالله العلي العظيم انت لو قدامي دلوقتي معلش يا بسمه الكلام ده عيب. ده شيخ الحاره حتى قالك على الاعضاء، قالك على الاعضاء وقلتي له انت قليل الادب، مع ان الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه اللي بيقولوا ده. تعالي يا اختي انت كمان، تعالي يا غسالة بتاعت الامارات يا بتاعت عمر بن المحبة واحمد تعالوا هلو. وانت كمان اعملي من مرة. ليه هتضربي لي وصولات امانة برضو؟
هتضربي لي وصلات امانه زي مرات شيكا وليلى الشبح ووفاء عامر؟ على فكره وفاء عامر ما رفعتش قواضي، ها اللي ما تعرفيهوش، اللي ما تعرفوش. خليكي كده مرعوبه، خليكي مرعوبه كده ومتابعاني. اخبار شقق المشبوهه ايه بتاعت الامارات؟ اخبار شقق الامارات المشبوهه ايه؟ يا ولاي يا ولاي، ولا الدهب من هنا لهنا. مدينتي بقيتي ساكنه في مدينتي. الله يرحم، الله يرحم يا ام ساجده لما كنت بتخطفي العيال مع لوشه ها، وكنت فاكره الواد بوجي محمد عطيه ابو السعود اللي كان بيشغلك ومسرحك لما كنت بتخطفي العيال لارهام ورجيحه. اها افتح لك بقى ايه؟ هلو افتح لك استديوهات يا وليه بدون قصد، وهو طلع كان ورم وافتكروا ان هو زايده بدون تحليل. اديني بقول السبب على الهواء عارف وعنده التقارير وموجود. كل الناس هيتوقف طبعا. ده هيكون محل تحقيق، يعني ده ممكن يكون راي حضرتك، بس هيكون محل تحقيق اكيد طبي يعني. اكيد ده هيكون محل تحقيق طبي لو في اي شكوى في خطا طبي او حاجه. يا صحيح يا ليلى، انت خلاص هيتحكم لك وهتتحبسي. خلي بالك جايبه محامي حمار تاجر اثار وبياخد منك نسبه وبياخد من الاعضاء نسبه. سامح على غطه القناوي الجربوع الجربان اللي ما كانش يسوى 3 جنيه، اللي كان ناصب برضو على حلمي بكر. ده انا هفجر امك. الصبر 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 على هنا. انا مش الغلابه ها اللي تختلوهم وتموتوهم وتاخدوا اعضائهم وهبط تعملوا كده عليهم. لا 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 لا. ده انا لو اتلمس مني شعرايه ودين هيتفتح فيكوا رشاشات انتوا وولادكوا. عايزه بنت كلب تتجرأ عليا وتفكر تسلط حد. عايزه اشوف كلبه بلدي تتجرأ وتسلط. يا ستي هو حد يعرفك؟ مش ذنبي ان انت واحد جاهل ما تعرفنيش. واحد زيك هيعرف واحده زي ليه؟ اذا كان انا معروفه في العالم كله، انت مين بقى؟ هو انا اعرفك؟ هو انت مين؟ فكرني بيك معلش. والبنت اللي اسمها ساره الشاعر استلمي، ده انا هجيب كل حاجه عن امك يا حلوه. عامله فيها مفبركه صوت الاتجاره اعضاء واتفاقات. في دكتور يقول برشم، في دكتور يقول برشم يا نهار ابوكي احوس. برشم برشام. طب اختاروا واحد صح، واحد متعلم، مش برشام. وتبقي تختاري رجالتك صح يا لول. اديهم عمالين يلهسوا ورا القرش. باعوكي كل اعدائك خانوك يا ريت شرط. باعوكي انتي ووفاء. روحوا بقى اعملوا منصات الكترونيه وجيبوا صحراء وجيبوا مش عارفه ايه وجيبوا ايه. الواد مولي سحبها في سكة اللي يروح ما يرجعش. العيب مش عليها، العيب على ابوها اللي سايبها كده. ان عيل زي ده يشغلها في كل حاجة. نعمة المهدي اللي هي تبع ليلى الشبح ووفاء عامر في اللجان الالكترونيه. كنت فاكره هتجلدي فيا يا وفاء يا عامر تفضلي تضربي. بص احنا مبهدلينها ازاي باللجان الالكترونيه يا ريس جمال. بص يا ريس علاء مبهدلها لكم ازاي. بصوا اللجان، بص شريهان سالم عامله ايه فيها، بص عامله ايه. ولما انا مسكت الكرباك ورزعت في جتة اللي جابوكوا وطلعت بلاويكوا ومسكت عليكوا كل بلاويكوا، جبتوا ورا ليه؟ خفتوا من ايه؟ خفتوا من ايه؟ انا قلت لكم نعمة المهدي لعبة من ليلى الشبح وانتوا مش قادرين تفهموا لضرب قوة سياسية. خليكم مصدقين ان هي اسمها نعمة المهدي وهي مش فروشة وان هي مش تبع اللجان الالكترونية. سبب المصيبة واستغصل له جزء من المستقيم بدون قصد، وهو طلع كان ورم وافتكروا ان هو زايدة بدون تحليل. اديني بأعلن السبب على الهواء عارف وعنده التقارير وموجود.
وكل الناس حيه ترزق. طبعا ده المستشفى هيكون محل العسكري تحقيق، موجودة. يعني ده ممكن يكون راي حضرتك بس هيكون محل تحقيق اكيد طبي يعني. نعم اكيد ده هيكون محل تحقيق طبي لو في اي شكوى في طبعا خطأ طبي او طبعا. حاجه. وبعدين الدكتور